تفتكر ليه ممكن تتدرب مهني وبالأخص قسم ديكور؟ باختصار لأن قسم الديكور هو القسم الأكثر طلبا لسوق العمل. أول حاجة اتعلمناها أساسيات الرسم المعماري وأسس التصميم والبرامج الهندسية. تاني مرحلة كانت من تنفيذ الرسم ده من خلال برامج الأوتوكاد. ثالث مرحلة كانت هي متابعة التشطيبات للمهندسين المعرفين، وإن احنا ننزل مواقع ونحتك إن احنا نرفع مقاسات ونشتغل شغل تشطيبات. أساسيات الرسم المعماري وأسس التصميم والبرامج الهندسية. بعد كده ابتدينا نتدرب بشكل عملي أكتر، إن احنا كنا بنرفع الشغل بتاعنا ده على برامج الأوتوكاد. بعد كده إن احنا بدأنا نشوف مواقع وإن احنا ندرس المواقع دي ونرفع مقاسات، وإزاي نتعلم رفع المقاسات وشغل التشطيبات، وإن احنا نشوف مشاريع للمهندسين التانيين. آخر حاجة اتعلمناها كانت من خلال إن احنا بنسوق للشغل بتاعنا. في النهاية التدريب المهني بيقدر يوفر لك إن أنت تقدر تتعلم مهارات عملية أكتر، بيزود فرصك للشغل، بيحسن دخلك، بيخليك تتطور وظيفيا، وإنك تحتك بسوق العمل، وإن أنت تقدر تكون مؤهل سواء في الخارج أو الداخل، وبيديلك الثقة بالنفس.